السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله جايب معانا كرنب. هنعمل حلة محشي كده حلوة. كنت جايبة كرنبتين كبار. لكن طلعوا مفهومش ورق كتير فعملوا حلة واحدة، كنت ناوية اعملهم حلتين يعني. المهم الكرنب هنورقه دلوقتي، بنشيل الورق الاخضر الكتير ده، انا ما بستعملهوش، ممكن احطه في ارضية الحلة بس لان ما بيتاكلش عندي. بنشيل الورق ده كله ونجيب ورقه الاول وبعدين احطه في الميه زي ما احنا شايفين اهو. بكسره كده، هي الكرنبتين خفاف فمفهمش ورق كتير، فسهل ان انتي تورقيهم كده بالسكينه وانتي واقفه، الورق بيطلع بسرعه. ولو فات جزء كده في الاخر ما بيتورقش بسهوله، بنعمله في الميه وهو في الميه وهي سخنه، بنحطه فيها وبنورقه وهو في الميه. اهو الورق اللي بيطلع واللي لسه مش عايز يطلع بسيبه، ما بعافرش معاه عشان ما يتقطعش معاكي. اهو اللي ينفع يطلع بطلعه عادي. مهم. ديت لا مش راضيه اهي، خلاص هنركنها ونعمل الكرنبايه التانية. هي اتورقت كلها بسهوله لانها معناها هي كبيره لكن كانتش فيها ورق برضو. اهو بتقطعي كده من عند الراس، من عند العروق كده، هتبصي تلاقيها فتحت على طول لوحدها، مش محتاجة ايه تسيبيها للمية السخنة ولا حاجة. هي فاضية اهي من جوه. هتبقى كويسة معاكي ان شاء الله. هي ديت فضيتها كلها، ورقتها كلها من غير المية السخنة، ورقها كان حلو يعني. كل ما تقفل معاكي قطعي كده من عند العروق، هتبصي تلاقيها تطلع بسهولة زي ما احنا شايفين اهو. خلصتها لغاية اخر حاجة اللي هي الورق الصغير خالص اللي هو بيسموه الوزة الصغيرة دي. هنشيل نركنها بقى كده ونجيب المية السخنة اهي، وهنحط لها معلقة كمون. دي بتعمل ريحة حلوة وبتخلي الورق الكرنب ما يبقاش متعب يعني في اكله بعد كده. اهو بنعمل ورقة ورقة كده. هي الكرنب الشتوي ما بياخدش وقت في المية، ما تخلوش يغيب يعني، يا دوبك شوية كده، ثواني كده ويتشال على طول. تو ما حسيت ان هو طري شيلي على طول. اهو تشيلي واحدة وتحطي واحدة وهكذا لغاية ما نخلص الكمية كلها زي ما احنا شايفين كده اهو. كده اهو خلصت تقريبا. فاضل دي اللي هي ايه اللي ما كانتش راضية تفك من بعضها، بنحطها في المية السخنة كده، البخار بيدخل جوه وبيفرقها عن بعضها وبتبقى سهلة تفكيكها زي ما انت شايفة اهو. ممكن تفكيها بالمساكة كده او بايدك اسهل، ما بتبقاش سخنة من فوق ولا حاجة. اهو بتفك اهي، شايفين بتفك ازاي بسهولة من غير ايه تعب ولا حاجة. اها هتطلعي اللي جوه لسه ماسكة لغاية ما دول يطروا، وبعدين تقلبيهم اللي فوق تحت واللي تحت فوق وهكذا ايه زي ما انت شايفة اهو. لغاية ما يعملوا خالص. وشيليهم بقى كده ورقة ورقة
كده خلصنا خالص اهو. حتى الورق الاخضر ده عملته، الحلو منه هاخده، واللي مش يعجبني يعني بحطه في ارضية الحل. هنا بنعمل الخلطة، انا عملتها قبل كده في فيديوهات تانية. هي اسهل ما يمكن، ما فيهاش يعني حاجة جامدة. تحطي السمنة والبصل، تحطي له ملح وفلفل اسود وبهارات، وتسيبيه بقى لما يعني يصفر كده ويدبل. تحطي له الطماطم وتسيبيها تستوي. ادي الخلطة ما فيهاش اي حاجة مختلفة. وانتي البهارات اللي بتحبيها حطيها يعني. انا حطيت ملح وفلفل اسود مع البصلة. ممكن تدعكي البصلة بملح وفلفل اسود بره قبل ما تحطيها على السمنة بتاعتك، وانا بحب ادعكها كده عشان التوابل لما بتسخن كده بتدي ريحة حلوة اهو. هنحط مرقة دجاج، هنحط جنزبيل، نحط توم باودر، بصل باودر، وبابريكا. هي دي التوابل اللي انا بحطها على طول يعني. في كل انواع المحشي هي توابل واحدة. وتحطي معلقة كزبرة ناشفة، بتدي طعم وبتعمل ريحة حلوة. حابة مش حباها بلاش. اهي، قلبي كويس. وبعد كده هننزل بالطماطم بتاعتنا. ادي الطماطم اهي. انا ما بصفيش الطماطم بتاع المحشي، بحطها زي ما هي. بتعمل لون حلو للطماطم، ما بصفهاش. هنغطيها بقى ونسيبها تستوي مع نفسها. وهي بتستوي كده بقى بجهز، انا بقطع انا ورق الكرنب. هوريكم بقطعه ازاي، في طريقتين لتقطيعه. يا اما تقطعي زي ما انا بعمل كده العرق بتاعه وتلفيها وتسويها من فوق ومن تحت اهي، وتقومي قسمها اتنين. تديكي عود طويل كده بتقطعيه انتي بقى على حسب المقاس اللي انتي عاوزاه، زي ما بتحبي. دي طريقة. في طريقة تانية. ايوه كده. برضو بتقطعي العروق وتعدليها الورقة قدامك وتقطعيها كده. ممكن بقى انتي ايه تحطي كذا ورقة مقاس واحد على بعض، وتقطعي العروق نبة واحدة، وتقطعي كل الكمية على بعضها يعني. وسوي الورقة بقى براحتك. اهي نعملها تاني. بس هو لازم لما تحطي كذا ورقة على بعض لازم يبقى كلهم سوا واحد. لازم يبقى الورق كله قد بعضه عشان ما يبقاش حتة كبيرة وحتة صغيرة، يطلع لك كله مقاس واحد. الطريقة الأسهل بالنسبة لك بقى اعملي بيها. وما تهدرش معاكي، اعملي بيها بقى يعني كل واحد بيعمل اللي يريحه يعني. دي الورقة اللي هي الصغيرة اللي تبقى في قلب الكرنباية. يا دوبك هي بتعمليها ورقتين او ورقة واحدة على حسب انتي بقى. ودي بتظبطيها. بخلص انا بقى الكمية كلها ونشوف بعض بقى ايه. واحنا الخلطة اهي خلاص خلصت. عقبال ما انا قطعت كانت الطماطم استوت اهي. هنحط بقى الرز والخضرة بتاعتنا.
انا ما بحطش، بحط الرز وما بسويهوش شويه، يعني ما بسيبهوش على النار، بطفي النار خالص وبحط الرز والخضره. الرز مغسول كويس ونضيف ومش نقعاه. هتقلبه، وعموما ده بيبقى على حسب نوع الرز. في رز بياخد سوا بيبقى محتاج ميه كتير، وفي رز ما بيحتاجش يعني ما بيحتاجش ميه كتير في سواه. فاللي بيحتاج ميه كتير احسن لك تنقعيه، انما اللي ما بيحتاجش ميه كتير ما تنقعهوش خالص، وخصوصا مع المحشي عشان ياخد سوى الورق ما يعجنش معاكي. هنا خلاص اهو قلبناه، وحطينا ورق، رصينا ورق اخضر في الارضية الحلة، وهنبدأ نحشي بقى. اهو بتحطي الرز في نص الورقة، ما تفردهوش على من اولها لاخرها عشان ما يخرجش من الورق ويبقى مهدر رز معاكي كتير. وما تحطيش رز بزيادة قوي عشان لسه الرز بيزيد. بكمل بقى وبعدين نشوف في الاخر سوا بقى. وبرضو تبقي تحطي الورق اللي هو الاخضر الغامق شوية، حطيه في اول صف عشان ده بياخد سوا ازيد من الورقة الفاتحة، لانه بيبقى ورقته اتخن شوية. هنا كده خلصنا الحلة بتاعتنا، هنروح نسويها. وانتي بتحطي الشوربة بتبقى سخنة بتغلي، حطيها من الحروف كده عشان لو حطيتيها في النص ممكن تبقى الورق يفرط منك، خصوصا لو مش ملفوف كويس. احتياطي تحطيه من الجناب، وما تمليش الحلة قوي لاخرها عشان الورق اللي على الوش ما يفكش، بيبقى يدوب كده على الوش بالظبط. واذا احتاجتي بعد كده ممكن تبقي تحطي له شوية بشوية، كده كده الشوربة سخنة. خلاص هنا المحشي اهو استوى بقى مية مية. هنحطه في الصينية بتاعتنا. وبألف هنا. الحلة اهي مفيش حاجة لازقة خالص. والمحشي سخن مولع كده في الشتا ده يدفينا. وادي الفراخ حمرتها، وهنروح ناكل بقى وبألف هنا.